من بعد ما كملنا الهونداي إدامة شاملة لنظام احتراق، راح نسوي برمجة تويتر ونسوي برمجة السيارة بهذا البطل من شركة أوتيل. طبعا سيارة ورد أمريكي. طبعا العطارات القديمة سابقا كان بيها مشاكل مسفاير اللي كملناه الخانة الأولى الخانة الثالثة. وهنا ثرموستات، هذا نبدل كوع مال المي. صاحب السيارة شاد نوعية العادي مو الأصلي، فالعادي ما يجي بيه حساس ثرموستات. وهنا عندنا حساس صالنسة سوينا له ترتيب بعد ما كان شوية ما مضبوط العمل مالته. نظفوا الشباب بالورشة، نظفوا أقطابه وكان بيه أوساخ. حساس ما بسنسر هم كانت بيه أوساخ، فتحنا نظفناه إن شاء الله خير. راح نسوي برمجة بسرعة عضلات. نسوي كلاس بالفكشن عمليات خاصة، نسويها برمجة تويتر. هنا يقول لازم انت تفتح نارية ومحرك طافي. طبعا احنا فاتحين نارية ومحرك طافي، والجير لازم مقفول على البي. هذا الجير مقفول على البي. طيب السيت هو انت متأكد؟ نعم متأكدين. فاتحين نارية ومحرك طافي. طبعا الجهاز يأكد حتى ما يصير عندك مشكلة. هاي كومبولي سيارة برمجة بصورة طبيعية، نرجع خطوات نسد السويتش شوية. ومن بعدها نجي الشغل. اشتغل السيارة طبيعي. نجي نتأكد الحمد لله ماكو شيء، تشيك طافي ماكو مشكلة. أنا متأكد راح يجي لي ثرموستات مال المي لأنه بيه مشكلة. وفعلا ثرموستات مال المي بيه مشكلة لأنه صاحب السيارة مبدله قطعة عادي مو أصلية، فما يحتوي على حساس ثرموستات. تحياتنا ورشة مهدي صيانة السيارات ناصرية حي الشهداء مجاور جامع المحسنين في عصر برمجة وصيانة كافة أنواع السيارات. تحياتي للجميع.